معاك دبلوم أو بكالوريوس، تمريض، صيدلة، علاج طبيعي، هندسة. يبقى السؤال هو هل الشهادة دي هتنفعك في ألمانيا ولا هتبدأ من الصفر؟ احنا دلوقتي في اليوم التاسع ومكملين طرق الوصول إلى ألمانيا، وبعد ما اتكلمنا عن طريق الدراسة النهاردة هنتكلم عن طريق مهم للي معاه شهادة مهنية أو شهادة جامعية، ألا وهو المعادلة. المشكلة فين؟ ناس كتير عايزة تسافر ألمانيا ومعاهم شهادات ولكن مش عارفين إن هم ممكن يعادلوها ويوفروا على نفسهم وقت ومجهود. الحل ببساطة إنك تعمل معادلة، ودي بعض التخصصات اللي ممكن تعمل لها معادلة: تمريض، علاج طبيعي، هندسة، طب. إيه بقى الأوراق المطلوبة؟ شهادة التخرج مترجمة ومختومة، بيان درجات وبيان مواد وعدد ساعات لبعض التخصصات زي التمريض، سي في بالألماني، وشهادة لغة على الأقل بي 1 ولو بي 2 يكون أفضل. والتقديم بيكون للجهة المختصة على حسب مهنتك وعلى حسب الولاية اللي أنت عايز تقدم فيها. مواقع التقديم ومكاتب المعادلة هسيبها لكم في الوصف بتاع الفيديو. ملحوظة مهمة: لو في نقص في المواد أو عدد الساعات في شهادتك ممكن يطلبوا منك أنباسونكس مصنعنا، يعني فترة تدريب قصيرة تكمل بيها الساعات والمواد اللي ناقصاك. لو معاك شهادة مهنية فالطريق ده مناسب ليك. في الفيديو الجاي هنتكلم عن طريق الناس اللي معهاش شهادة للمعادلة، طريق الناس اللي عايزين يبدأوا من الصفر. هنتكلم عن الأوس بيلدونج وإن هو المفتاح الحقيقي للنجاح في ألمانيا، خاصة لما تعرف إن الألمان 80% منهم خريجين أوس بيلدونج. شارك الفيديو ده مع أي حد شغال في مجال مهني أو طبي، واكتب لي في الكومنتات شهادتك ممكن تتعادل ولا هتبدأ من الصفر.